يا مساء الهنا والسعادة على أحلى ناس موجودين في الدنيا دي كلها. حبايب قلبي الغاليين عاملين إيه؟ يا رب يكون الجميع بألف خير. يا رب يكون الفيديو اللي فات عجبكم. أكون قدرت أمتعكم بفيديو حلو. إن شاء الله النهاردة كمان أنا قررت أخدكم ونطير مع بعض نروح نزور مكان أثري مهم جدا ومعلم أثري وتاريخي ومكان زخرفي ومعماري تحفة من أروع وأندر الأماكن اللي موجودة في مصر وفي العالم كله. المكان ده حبايب الغاليين هو قصر الأمير محمد علي. طبعا مش محمد علي اللي نقصده اللي هو محمد علي باشا اللي كلنا عارفينه. الأمير محمد علي ده يا جماعة الابن الثاني للخديوي توفيق وأخو أو شقيق الخديوي عباس حلمي الثاني. تعالوا النهارده مع بعض نروح نزور قصر الامير محمد علي ونتعرف على الاماكن الاثريه والزخرفيه المعماريه التحفه الموجوده هناك، ونتعرف على تاريخ القصر الجميل ده ونشوف تفاصيله ومعالمه من جوه ومن بره. يلا بينا مع بعض نروح نزور المكان الحلو ده ونبدا جولتنا النهارده. قبل ما ابدا ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو وتشتركوا معايا في القناه وكمان تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا مع بعض نبدا جولتنا النهارده. الفيديو بتاعنا النهارده حبايبنا الغاليين هيكون ان شاء الله فيديو شيق جدا وممتع جدا جدا، لان هاخدكم ونروح نزور في مكان اثري فخم جدا وحلو لاقصى درجه ممكن تتخيلوها، لانه حرفيا بيعتبر دليل على الفخامه والعراقه وجمال وروعه التصميم والتنفيذ. المكان ده هو قصر الامير محمد علي اللي موجود في منطقه المنيل. يلا بينا. اولا يا جماعة، مين هو صاحب القصر؟ هو الامير محمد علي توفيق الابن الثاني للخديوي توفيق وشقيق الخديوي عباس حلمي الثاني. والقصر بتاعه اللي موجود في المنيل واللي موجودين فيه مع بعض دلوقتي هو احد القصور الملكية اللي ليها طابع معماري خاص، وبيرجع تاريخ بنائه لسنة 1901 ميلادية، واتبنى على مساحة 61711 متر مربع، منها 5000 متر بتشغلها المباني، وبقية المساحة عبارة عن جناين وحدائق فيها أنواع نادرة من الزهور والنباتات. وبيعتبر القصر تحفة معمارية فريدة لأنه بيضم طراز فنون إسلامية متنوعة ما بين الفاطمي والمملوكي والعثماني والأندلسي والفارسي والشامي. والقصر بيتكون من 3 سرايات، وهي سراي الإقامة وسراي الاستقبال وسراي العرش. المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي ده اسمه سراي الإقامة، وهو عبارة عن دورين زي ما احنا شايفين كده بالظبط. المكان شكله روعة والزخارف بتاعته تحفة بجد. والأمير محمد علي كان معروف عنه انه أديب ومثقف وكان بيتكلم 7 لغات، وكمان كان متدين جدا، وعمل القصر على الطراز الإسلامي إحياء للفنون الإسلامية وتعظيم ليها. دي يا جماعة صورة الأمير محمد علي صاحب القصر. معلش يا جماعة الإضاءة ضعيفة شوية لأن المكان ممنوع فيه استخدام الفلاش للحفاظ على القطع الأثرية، وممنوع أصلا لمس أي حاجة بالإيد أو تصوير أي حاجة عن قرب. دي يا جماعة اسمها غرفة الاجتماعات او غرفة الاستقبال، فيها مكتب وزي ما احنا شايفين دي محتوياتها، والسقف بتاعها ما شاء الله تحفة زخرفية نادرة معمول على شكل جذوع نخل، وكل التطعيمات اللي فيها دي من الذهب، والابواب خشبية زخرفية، وفي ابواب كمان من الفضة. بجد المكان عتيق وفخم جدا.
دي بقى حجرة الطعام او السفرة. قدامنا كده ترابيزة كبيرة ومجموعة كراسي، بس الكراسي يا جماعة قصيرة شوية، مش عارف بقى هم كانوا قصيرين ولا ايه الوضع بالظبط. وسراي الإقامة دي يا جماعة هو أول مكان اتبنى في القصر، وباين من اسمه طبعا انه المكان اللي اتعمل علشان يقيموا فيه وكانوا بيقضوا فيه أطول وقت من يومهم. وبعدها اتبنت باقي السرايا اللي موجودة في القصر. والغرفة دي بقى ما شاء الله عليها زخارف على الحيطان روعة الروعة، وكمان زخارف زجاجية تحفة بجد بمعنى الكلمة، حاجة بسم الله ما شاء الله، المنظر حلو جدا. كمان الباب اللي قدامنا ده شايفين الزخارف اللي عليه، هنلاقي فيه قطع نحاس وقطع من الصدف. ومعظم الغرف يا جماعة اللي على حيطانها سيراميك وصدف وزخارف دي بتبقى غرف صيفية، علشان السيراميك زي ما احنا عارفين في الصيف بيرطب الجو وبيرطب درجة الحرارة، لكن الغرف الشتوية كانوا بتبقى معمول الحيطان بتاعتها من الخشب، علشان الخشب في الشتاء بيمتص برودة الجو. هنا دي نافورة من الرخام شكلها تحفة وبتطلع بخار بيطلع من الفتحة اللي في السقف اللي هنشوفها قدامنا دلوقتي. اما السلم اللي قدامنا ده بيطلع على غرف النوم، لكن للأسف ممنوع اننا نطلع فوق ونصورها. هنا بقى حبايبنا الغاليين سرايا العرش او القاعة الذهبية. والامير محمد علي يا جماعه بنى القاعه دي علشان يذكر الاسره الحاكمه بانه الوحيد اللي كان له الحق في حكم مصر بعد والده الخديوي توفيق واخوه عباس حلمي الثاني، لانه يا جماعه كان حظه سيء شويه، لانه كان كل ما يقرب من كرسي العرش ويتولى الحكم كان يحصل اي ظروف بتبعده عن الحكم، لان الخديوي عباس حلمي الثاني مسك الحكم وما كانش عنده اولاد صبيان، فالمفروض ان الامير محمد علي قرب من تولي العرش، لان الملك فاروق كان سنه صغير لو اتحسب بالتاريخ الميلادي، لكن لما جم حسبوا وقت عمره بالتاريخ الهجري لقوه مناسب لتولي العرش. فشالوا محمد علي وحطوا الملك فاروق مكانه. الملك فاروق ما كانش عنده اولاد صبيان، فقالوا خلاص الامير محمد علي اللي هيمسك بعده، ولكن يشاء القدر ان الملك فاروق يرزق باحمد فؤاد. وبعدها قامت ثورة 1952، وبكده بيكون الامير محمد علي بعد تماما عن حكم مصر. وزي ما احنا شايفين يا جماعة السقف مزخرف بقرص الشمس الذهبي، ومتعلق على الحيطان كمان صور الحكام من الاسرة المالكة، وكمان الكراسي مزخرفة بشعاع الشمس ومكتوب عليها اسم الامير محمد علي. وسرايا العرش يا جماعة عبارة عن دورين، الدور الارضي اللي احنا كنا فيه من شوية اللي هو في الحجرة الذهبية، اما الدور الثاني اللي احنا هنطلعه دلوقتي دوت او اللي احنا موجودين فيه بيحتوي على حجرة الاوبيسون، هنشوفها فوق مع بعض وهي على الطراز الفرنسي، وكمان في حجرتين شتويتين هنشوفهم برضو مع بعض فوق. وده السلم اللي هيطلعنا على الغرف اللي قلنا عليهم. والزخارف اللي على الحيطة دي اللي مزخرفة بقرص الشمس دي قطع من كسوة الكعبة. شايفين يا جماعة المنظر عامل ازاي؟ يعني ما شاء الله السقف عبارة عن لوحة فنية دقيقة جدا جدا جدا. اما ده بقى مجلس كده زي استقبال للضيوف، والسقف بتاعه ما شاء الله مزخرف بالذهب، يعني حاجة كده تحفة. والسجاد اللي في الارض ده طبعا مش محتاجين نقول على مدى فخامته. يا جماعة سجاد عريق جدا واثري جدا لانه سجاد ايراني. اما الغرفة اللي في الوش دي غرفة شتوية، علشان زي ما قلنا قبل كده ان الحيطان الخشبية بتبقى للغرف الشتوية. شايفين يا جماعة الروعة والعظمة؟ شوفوا السقف عامل ازاي،
والغرفة دي يا جماعة فيها تحفة أثرية فنية عظيمة هقول لكم عليها دلوقتي. التحفة الأثرية دي هي السرير اللي قدامنا هناك ده. السرير ده يا جماعة من الفضة الخالصة، بيبلغ وزنه حوالي 850 كيلو فضة، مفيش فيه أي مسمار حديد. وبيرجع للأميرة أمينة هانم بنت إلهامي باشا اللي هي والدة الأمير محمد علي، وكانت ملقبة بأم المحسنين من كتر أعمال الخير اللي كانت بتعملها. لما توفت أخد السرير بتاعها والدولاب اللي جنبه ده من النحاس، احتفظ بيهم الأمير محمد علي في الغرفة دي بقى حجرة الأوبسون اللي قلنا عليها، اللي عمرها حوالي 100 سنة، واتسمت بالاسم ده لأن جدرانها كلها مغطاة بنسيج الأوبسون المصنوع في فرنسا. وزي ما احنا شايفين الغرفة فيها 2 صالون مزخرفين بالذهب اتعملوا بمنتهى الدقة، وكمان موجود 2 كونسول مزخرفين بالذهب. الغرفة يا جماعة منظرها بجد روعة وحاجة تاخد العقل لحتة تانية خالص. السقف كمان هنلاقي فيه قرص الشمس الذهبي اللي موجود في معظم أجنحة القصر. واللي احنا متواجدين فيه دلوقتي ده يا جماعة المسجد بتاع القصر. على الرغم من ان مساحته تعتبر صغيرة الى حد ما، لكن بيعتبر تحفة معمارية وزخرفية وفنية من اروع التحف اللي موجودة في مصر وفي العالم كله على الاطلاق. زي ما احنا شايفين كده مع بعض المسجد بيعتبر تحفة معمارية بمعنى الكلمة. وزي ما احنا شايفين مع بعض السقف بتاع المسجد متقسم على جزئين، وهنلاحظ مع بعض ان السقفين مختلفين، ده واخد شكل وده واخد شكل. السقف اللي هو بتاع الجزء الامامي اللي احنا متواجدين فيه حاليا ده بيعتبر مختلف عن السقف بتاع الجزء الخلفي اللي موجود في ورا، وده يا جماعة لانه اتبنى على مرحلتين. يعني مساحة المسجد كانت بتعتبر نص المساحة اللي احنا شايفينها قدامنا دي. وكان الامير محمد علي والزعماء والناس اللي هم ذو وجاهة كانوا بيجتمعوا كلهم مع بعض ويصلوا في المسجد اللي موجود قدامنا ده. وطبعا كان ممنوع على الخدم اللي هم شغالين في القصر ان هم يدخلوا المسجد ده علشان يصلوا فيه. وبكده يا جماعة حبايب قلب الغاليين بتكون جولتنا النهاردة خلصت من داخل قصر الأمير محمد علي بالمنيل. يا رب تكون الجولة النهاردة عجبتكم، يا رب أكون قدرت أمتعكم بفيديو حلو وجميل وظريف، وأكون كمان قدرت أفيدكم بمعلومات تاريخية عن المكان التحفة والهندسة المعمارية الجميلة اللي موجودة في المكان الحلو ده. يا رب أكون قدرت أفيدكم بمعلومات النهاردة عن المكان الأثري الحلو ده، وتكونوا استمتعتوا معانا بجولتنا. قبل ما اختم الجولة يا جماعة ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو وتشتركوا معايا في القناة، وكمان تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة ومكان جديد من سلسلة حلقات يا بلدنا يا حلو. السلام عليكم ورحمة الله.